ويا صباح الفل على احلى ناس من مدينه جديده براغ، الاولد تاون سيتي. المدينه التي خطفتني بجمالها، والله جمال المباني والحاجات دي. في الفيديو ده سريعا كده هقول لك لو جيت براغ زي حالاتي كده، واحد قاعد يومين، ايه اللي ممكن تعمله؟ مبدئيا كده اللي هيجي براغ يروح مكان اسمه الاولد تاون سيتي. الاولد تاون سيتي هو عباره عن الاولد تاون، يعني هي من اسمها المدينه القديمه، فيها بقى كل الحاجات بتاعت المدينه وجمالها، بس مترممه، بس الستايل بتاع القدم موجود زي ما هو. احنا دلوقتي عند حته اسمها تشارلز بريدج، او هنروح لحته اسمها تشارلز بريدج. اللي ورايا ده رايحين له دلوقتي. برضو المكان ده مكان سياحي. انا عايز اوريكم شكل التاون برضو بتاع براغ عامل ازاي، لان انا من اكتر الحاجات اللي عجبتني شكل التاون بتاع براغ. لا، حاجه جميله خالص يعني. فاحنا بنتكلم كده ان ده الريفر، ده بريدج، وده تشارلز بريدج، ودي التاون. بصوا البلد بقى كلها كده، البلد كلها فيها العراقه والقدم الجميل ده. برضو هنا ان البلد ناس فرفوشه، ويك اند، ناس مبسوطه. هي بلد سياحي يعني اكتر ما هي بلد ناس تعيش فيها يعني وشغل وكده. يعني المانيا بلد بتاعت شغل اكتر شويه، لكن هنا لا، السياحه هنا حلوه يعني. داخلين دلوقتي على تشارلي بريدج عشان نشوف منظر النهر هنا على البريدج عامل ازاي. ده اللي انا بتكلم فيه، ان كل البيلدينجز بتاعت المدينه هي فعلا حرفيا فيها القدم والعراقه دي. مين ده مش عارف، بس كل البيلدينجز فيها الديتيلز الجميله القديمه دي مترممه بقى. اوه، بصوا ده البريدج، مدخل البريدج. بصوا يا جماعه الفيو المبدئي بتاع البريدج ده، مدخل البريدج اهو. بيبص بقى على الفيو الجميل ده. بصوا يا جماعه الناس، بصوا الناس زحمه يعني بطريقه مرعبه. هنا بقى البريدج. انا عاجبني بقى الحاجات دي، القدم بتاع المدينه. شبه شويه بس احلى الصراحه. في هناك برضو منظر الخضره مع النهر. لو جات لك الفرصه لما تيجي براغ، تعال عند تشارلز بريدج، خد لك الكوفي وتمشي عليه، وقف شوف المنظر التحفه مع المباني شكلها قديم بقى. لما بتعدي الناحيه الثانيه من الاولد تاون، من التشارلي بريدج، تشوف بقى برضو المباني القديمه دي. وليه بقى البلد دي محافظه على القدم بتاعها؟ لان دي المدينه تعتبر من المدن القليله اللي ما اتأذتش تماما في الحرب العالميه، فعشان كده محافظه على كل التراث بتاعها. تقريبا المسافه اللي بتطلع من تحت لفوق عشان توصل لبراغ كاسل، وهو لسه في حبه حلوين كمان يعني عشان نطلع لبراغ كاسل. هو الفكره انا مش شايف اي كاسل، يعني كنت فاكر انها كبيره بقى وحبان، ولا هي كبيره ولسه هتطلع قدام، هنشوف. بصوا بقى بعد لما طلعنا كل ده المنظر عامل ازاي. لسه وصلناش للكاسل بس وصلنا لفوق. تحفه تحفه. براغ من فوق. خلصنا البريدج، خلصنا كاسل، شفنا الفيو، خدنا اللقطه، خدنا صور. نرجع الاولد تاون، نشوف بقى الاولد تاون. دلوقتي بقى وصلنا على الاولد تاون. دي بقى الاولد تاون، بصوا بقى عامله ازاي.
كمية الناس غير عادية. انا عايز اوريكم الاولد تاون بغض النظر عن الناس. هم بيصوروا ايه؟ بيصوروا ايه ده؟ هيثم بص كله واقف بيصور ازاي. بص كله واقف بيصور ايه؟ دي ساعة. هو ايه الساعة دي فيها ايه؟ الأمانة أنا مش فاهم الناس كانت واقفة بتصور الساعة ليه، بس هي الساعة كانت بتدق. واضح إن في حاجة معينة في الساعة يعني، فاللي يعرف يكتب لي في الكومنتس لأن أنا مش عارف صراحة. وده منظر الساعة. ده بقى الأولد تاون يا جماعة. هذه الساحة العملاقة، هو ده الأولد تاون. راس طالعة في النص. توصل للأولد تاون، تاخد صورك الحلوة وتلف في الميدان بتاع الأولد تاون الجميل ده، وتخلص وتشوف برضو لو عايز تاكل. فيه هنا محلات كتير اكل قوي وكوفي وكده، وتخلص الصور اللطيفه وتعالى اقول لك بعد كده تعمل ايه. خدنا صور في الاولد تاون، هضمنا، جوعنا، بقينا عايزين ناكل حاجه. نروح بقى عند اشهر حاجه بتتاكل في براغ، التشيميني كيك. تشيميني كيك بقى عباره عن كيك. اختار انا بقى تجيبها دي بقى كل الاوبشنز اللي هي تبقى عباره عن كيك عليها حاجات حلوه قوي قوي قوي. عندنا هو حاطط لك تشويسز وارقام بحيث ان انت تخش تقول الرقم من كتر الزحمه بتاعت المكان. تقول الرقم وتطلع الصوره. هي عباره عن كيك وعليها ايس كريم وحركات حلوه كده. هندوقها ونشوف. انا جبت بقى الكراميل تشيميني ايس كريم. تبقى عباره عن كراميل والكيك بتاعتها وفانيليا. واستمتع بيها وخلصها وتعالى اقول لك هنعمل ايه بعد كده. تشيميني كيك حلوه لذيذه جدا، بس هي تعتبر كوجبه يعني ما بتتغداش مثلا تروح تحلي تشيميني كيك. هتبقى تقيله ومش هتستمتع بطعمها. يعني انا رايي ان انت مثلا ممكن تاكلها كفطار مثلا، يعني تبقى لذيذه جدا يعني. بصوا بقى برضو الحته دي جميله قوي. منظر المباني على يمينك وشمالك، مباني شكلها قديم وشياكه، وتقريبا ده مبنى برلمان او اي حاجه. ده مطلع، يعني انت لما تطلع هناك هتشوف الدنيا نازله تحت. لما تنزل تحت هنا كده زي ما واقف هتشوف الدنيا طالعه شويه. تعالوا بصوا الحته دي مطلع كده. دي برضو تبع الاولد تاون، يعني انت ممكن تيجي هنا كده كل ده كده يعتبر الاولد تاون. تقعد تتفسح في الحته دي كلها، تاخد بدال من البدالات اللي مرميه في هنا وتتشيل بقى. فاحنا هننزل ناخد بدال وهنتشيل مع الطبيعه. بتتشيل بقى كده وسط الجمال ده. هنا الساعه عامله 400 كورونا. 400 كورونا دول يعني حوالي 15 يورو مثلا. ميزه براغ انها مش غاليه. تاني لو انت شغال في اوروبا براغ مش هتبقى غاليه بالنسبه لك لو هتيجي تتفسح. وفي المجمل براغ مش غاليه. تحفه. طبعا حاجات كتير جدا ممكن تتعمل هنا في براغ غير اللي صورته النهارده، ولكن انا جبت الحاجات السريعه اللي ممكن تتعمل لو انت جاي يوم او يومين في براغ. في متاحف. بس انا تقريبا مش هعرف اروح المتاحف دي. يعني مثلا في متحف اسمه ميوزيوم اوف إليوجنز، ده متحف جميل. ممكن تخشوا تسيرشوا عليه. ولكن دي الحاجات الاساسيه اللي ممكن تتعمل في براغ. بس كده، واشوفكم في بلد جديده.